الوصفه ديال سيريلاك دايره ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي بانها كتبيض وبانها كتعطي واحد النضاره كانك مشيتي لمراكز التجميل. واليوم جيت اختي باش انا نطبقها معاك وتشوفي معايا واش هادشي بصح ولا لا. اول مره غادي نجربها باش نكون واضحه معكم. كنبغي دائما نكون صريحه معكم. نقولوا بسم الله ونسلموا عليكم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير اموركم طيبه. هاد الوصفه هذه ان شاء الله غندير فيها 3 ديال المكونات. بالنسبه لهذا المكون ديال سيريلاك الناس مختلفه، يعني كل واحد وشنو دار معاه. انا غناخذ هذا المكون الرئيسي ولكن الاضافات غتكون من عندي، يعني التغيير غيكون من عندي. كل واحد مسؤول على راسه. انا غناخذ اختي غير سيريلاك. ياك سيريلاك قالوا كيبيض وكيعطي دي فيتامين الوجه وكيجبد الوجه وزيد فاجي اختي نجربوه. ولكن هاد الاضافات انا متاكده انهم كيبيضوا وكيخليو البشره ما شاء الله غزاله. ودابا ما شاء الله بدا كيسخن الحال، فضروري اختي ما تعتني بالبشره ديالك والوجه ديالك والجسم كامل طبعا، وما نساوش حتى الشعر ديالنا. على بركه الله اجيو معايا تشوفوا المكونات. غنبداو البنات بسم الله. اول حاجه الله يفرحكم ديري لي اختي لايك باش ما تنسيهاش. بقيت تفرجي في الفيديو تنسي الله يكثر خيرك اختي. ولا كنتي جديده مرحبا بك تابوناي في القناه الا عجباتك اختي قناتي والمحتوى اللي كندير. مرحبا بك. واحد المعلقه هنا صغيره عامره، والثانيه 2 معالق عامرين صغار ديال هاد السيريلاك. هذا قمح راه مصيب من القمح، وغادي نخليه هكا على جنب باش نصيبو باقي المكونات. انا غادي ناخذ اختي الخيار. علاش الخيار؟ لان الخيار كيبيض البشره وكيعتني بالبشره الحساسه. الناس اللي عندهم البشره جافه او حساسه او عندهم الهالات السوداء عندهم ليطاش، الخيار راه عنده واحد التبييض رهيب على البشره وكيخليها رطبه وناعمه. وشاركته معكم من قبل في بزاف ديال الوصفات. وانت اختي راني فايته في واحد الفيديو عطيتك 4 ديال الوصفات بخياره وحده. الا رجعتي ان شاء الله للقناه غادي تلقاي. ما غسلت هاد نص خياره كتخليوها بالجروف ديالها، كتحكوها مزيان هنايا في الحكاكه الرقيقه، ما تكونش الحكاكه غليظه. صافي من بعد ما حكيت هاد القطعه هادي غادي ناخذ اختي نصفي هنايا لان غنحتاج الماء ديالها. الماء ديال الخيار هو باش غنصيب هاد الماسك. وبالنسبه لهاد القشور هادو انا راني كنحطهم في الكونجيلاتور وكنوجدهم على شكل مكعبات ثلجيه، كنبقى ندوزهم على البشره ديالي. الناس اللي خدامه وما كديرش لي ماسك ممكن انها دير هاد المكعبات كيبيض يعني هاد الخيار بطريقه عجيبه. صافي هنايا زدت هذاك الماء ديال الخيار على هذاك سيريلاك اللي انا حاطه ديجا هنايا. كديروا غير القياس باش كتخلطوا. ومن بعد كنضيف المكون الثالث اللي هو كيساعد على الترطيب وكيبيض حتى هو زوين بزاف. هنايا راني كنضيف يعني كنبقى نعصر هذوك القشور حتى كيطلقوا ليا الماء ديال الخيار اللي بغيت الكافي. وما تبقى كيف قلت لكم كنديروا في المجمد. صافي هنا غنضيف المكون الثالث اللي هو الدقيق الابيض اللي انا حاطه في المجمد حتى هو في الفريغو. دائما وجدوه. راه من داك العام ما شاء الله هاد البواطه راه شاركتها معكم في الوصفات في الصيف، وفيما تخوى كنعاود ندير فيها الدقيق الابيض. صافي وكنحطها وكنجبدها بارده. الخياره بارده بالنسبه للدقيق بارد حتى هو، لان اي حاجه بارده كتليق للبشره وكتجبدها وكتحميها من الترهلات وكتحارب التجاعيد. درت 2 ملاعق من سيريلاك، 2 ملاعق من الدقيق الابيض، وكذلك القليل من ماء الخيار. هذه هي الوصفه وهذا هو الماسك. ودابا غادي نطبقوا على الوجه ديالي. وانتم كتحطوا هذا الماسك على الوجه ديالكم القوام كيكون كريمي وكتحسوا يعني بالماسك كتحسوا بالنعومه على البشره ديالكم. واعر في الترطيب، خطيره البنات. النتيجه غتصدمكم كما صدماتني. شي حاجه اللي زوينه بزاف كنصحكم انكم ديروه. ولكن الا بغيتوا اختي تسرعوا هذا الماسك على البشره ديالكم ديروا معاه هاد المكونات اللي درت انا في هذا الفيديو. لان هاد المكونات من الاختيار ديالي، لان انا عارفه الخيار والفوائد ديالو على البشره وكنستعملو. كيحمق وكينقي المسام، كيحيد الهالات السوداء، كيحيد لي بوا نوار. والدقيق الابيض تا هو راه عنده واحد الكيفيه سريعه في الترطيب للبشره. صافي هنا طبقته على وجهي. غادي نخليه حتى ينشف تماما. غنرجع معكم باش تشوفوني غادي نمسحو بالبونجا. هنا كنقول لكم الرائحه ديال الماسك رائعه بزاف بزاف. هنايا كيف كتشوفوا ها نتوما كناخذ هاد البونجا هادي كنفزكها في الماء وكنبدا نمسح. شوفوا معايا كيفاش كينقي البشره. صراحه عجبني بزاف هاد الماسك هذا. وغادي نغسل وجهي بالماء بارد من بعد ما نمسح بالبونجا، يعني الماسك قدامكم. غادي نغسل وجهي بماء بارد ونرجع معكم تشوفوا النتيجه الهائله والرائعه.
الوصفه رائعه. غسلت وجهي وشوفوا معايا يا اختي كيفاش البشره كتبقى منوره وكاينه واحد الاضاءه واحد الاشراقه. فعلا هذا المكون ديال سيريلاك زوين بزاف، ولكن خاصه انا ملي خلطته مع الماء ديال الخيار ومع الدقيق عطى المفعول. المهم ممكن اختي تخلطيه مع ماء البطاطا، تخلطيه مع الماء ديال الجزر، تخلطيه مع الماء ديال الباربه، اي مكون عندك. وتقدري ديريه غير مع الياغورت، ولكن انا تجربه كانت بثلاثه المكونات وكانت قدامكم وما شاء الله النتيجه عجبتني بزاف. وإلا درتي على البشره غتلاحظي ان البشره ديالك رطبه، ما غتحتاجيش ملي ديري الخيار والدقيق ما غتحتاجيش مورا هذا الماسك هذا انك ترطبي الوجه ديالك بشي كريم. الوصفه زوينه ونتمنى حتى نتيا تجربيها، عجبتني بزاف وشاركتها معكم. وقلنا حتى حنا نشوفوا حاجه وحده. الفرق هو انهم هما داروا يعني في الفيديوهات اللي طلعوا لي انا اللي شفت غير جوج فيديوهات، داروا واحد الماسك على داروا هكا سلوفان اولا بلاستيكه على الوجه ديالهم بعد ما داروا الماسك باش تعرقي وقيله وباش البشره تعطي المفعول، باش عفوا الماسك يعطي المفعول. فانا اختاريت انني ندير الماسك عادي والمكونات اللي درت وخليته ينشف عادي وغسلته، وما شاء الله كان الوجه فيه واحد النور وفيه واحد التغيير. نتمنى اختي تجربي الوصفه وما تبخليش عليا باللايكات ديالك، الله يسهل عليك، وبارطاجي الفيديو باش تعم الفائده. الى الفيديو الجاي ان شاء الله. اشتركي في القناه اذا عجبتك، خليت لكم الراحه، مع السلامه.